الحمد لله الكريم ذي المنن على استقالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على استقالي بفروض وسنن. شكرته لأنه خسافني لوطن به نفى معفني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما أسب بالتخلي وجرني فيه إلى الحلوم والفوز بالعمل بالمعلوم. ثم الصلاة بالسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمرادي اقتدى في السر والجهل يكون مهتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فزاد دينا. وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم. هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في الدارين لا أهاب. وإنني يا بر يا كريم دائم عن شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا مهين عناية منك إلي لتعين. فكنت مجذوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك. ثم إليك لا إلى سواك حسبت لما لم أجد سواك. فقلت لي اليوم بخير منني وقلت لي إلى اختفاء سنني. من بعد ما كان ابتداء الناس يدخلني في شرك الخناس. وكدت للأمدار والإكراء أزهد في التاريخ والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استقالة هدى المعلوم. فقلت ذا شكري وذا توسلي بالمصطفى الشفيع عين رسلي وببنيه وبناته معا ليسمعوا بي سريعا أجمعا. يا بر يا غفور يا حليم إني يقوم تائب مليم. يا بر يا رحمن يا وكيل إني رسول نائم أتول. يا مالكي يا خالق الأنام أمن هواي قلل المنام. يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيت كثرة الآفات. وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي. منك أروم يوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الركون. وأن أطيعك بنهج المصطفى سنتي البيداء يا من اصطفى. يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد ها هنا قريب. لرب ذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع. هني في هذا الدعاء إجابة للمصطفى والآل والصحابة. هني خير القسم في المقاسم ولسوي الدين بجاه القاسم. ولكتفا ليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيم. وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب. وسفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق طاهر. ورقني ترقية خفية ببنتي رقية الصفية.
وقي أزايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي خد بجاه فاتمة صل على أبيهم والآل وصحبه ولستجب سؤالي وكن أنيسي واهمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي خد من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء ودق جسماني في قبل البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا حبيب جاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار وجعل حجابا بيننا وبينا كل أذى وتكفي عنا خيرا يا الله يا نصير يا جليل إني فقير مهدم ذليل فتكفني بك وهب لي العلاء بمن على جملة حكم وعلى سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاة وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منى وأملي يا من على أهل المكان والغراب إني ساكن هنا وفي خراب وكن عزيزي واصفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مسل يا من يؤمن أنت المجير يا هنا يا مؤمن أبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب ودلال يا من على عن زوجة وعن ولد كني وخذ جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني تبا أباد مثل اسمها بجاه خير من عباد وسليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي السلام وكل من خدمني أوزارا فنجي واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقونا أو مالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما وكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربي وتكفني أذى جميع العالمين وتكفيهم أذايا يا ربي أمين واجعل بنائي البناء عافيا يجرني إلى خيور صافيا واجعل بنائي البناء حلمي وعمل بسنة وهلمي واجعل بنائي بناء الاهتداء وتكفي عني كيد كل ذي اعتداء وتكفني دهر أذى الشيطان وإذبه الباقين في الأوثان وتكفي عني كل شخص لم يريد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد وتصرفا جملة ما يفسد عنه يدي وعن دار سريعا حيث عن وتنهي المسلم في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي وأهلني وأهل من يهينني وتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بما جاري واجعل ربي مننا المعجلا جالبة لمنن المعجلا يا حي يا قيوم كل
ولي مجيب أنت المجيب والكريم والخليل إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بصير وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه وتكفيه عنك دين وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دربا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر خيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان الشرق والمغرب والبلاد وشر ما في الأرض طرا وسماء من زائر وباطن اقتدما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لسواد وصلاح وتغرنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أحببت ولا تكن مبتليا بنا أحد كمن بما ليس يقيم يا زمن وهب لنا التيسير والفلاح في كل الدارين والنجاح بجاه اليوم وجاه من ولي فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباه عليه صل أبدا خير صلاة بها نرافق الخيار والسخاء وهب لنا أحسن الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنا ونجنا بجاهه من الأهواء وتكفي عنا كسبا ولهوا وتكفنا الهوى وما لا يغني وبك دأبا أهلنا يا مغني اللهم مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهملة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر اللعب فإننا وإن تجاوزنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول بظاهر وباطن وبالغفور وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجعل قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه نازل وصلي أن أزكى صلاة نافعة أنا وباء من جلال مانحة عليه والآل بأفضل الصلاة وسبي ومسكني قل يا سلام وسب نفسي وزدني علما يكسب في الدارين عني هما وتهيئ قلبي وزدني يا حياة وأهيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحابي في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أهل رفيق ليسلك اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب ذلي بالتكريم والتصديق بحرمة المقدم الصديق
وليجب بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين زيدا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى الصحب الجمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الخر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العزيز وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يسور من ملك فوق السماء وجاء كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو نازه وجاء كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب وتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث لما وكلما أنك يوق يا بديع فتفرقا بيني وبينه سرير أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن نحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المعاد الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو الحكايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسب مولاي أنت ذو الهدايا نافع وأنت حسبي فلا أخادم أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فهمي ما يلي يكن حسنا حسين عن كل زيناد وسخر كل غين وتكفني يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ساسلاهي وشر ما يطير ذا جناهي وشر من يجلس بالكلام وشر ذي دم وذي قيام وشر من ينفث في الحقول وشر سائر وذي جود بك عبدت يا إلهي أسدا وعية وأقربا وأسودا واحدا ونافذا وسارقا عائنا وسائلا وتارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علن بألف ألف ذا لا حول ولا قوة إلا بالإله زمولا ونجني من شر ساكن البلاء وشر كل والد وما ولد وتكفني شر فم وعين وكل من أصدني بخير ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق
وكل مالك وكل تارك وكل أرسل وكل فاعل وكل قاهر وكل سائل وكل تائر وكل ماشي وكل قانن وكل فاسي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر النار والحر والبرد وشر الماء وسلدني وعيني أباد وطهر القلب وسخي الجسد وهب لي القيام في الليالي وصوم في النهار بالإكمال وخليني من الرسائل وخل جنبي بالفضائل وزك لبي وافتح القبل ليا فتى مبينا لا يرى لمثليا ولي خزانة ونورا وفي سراتي يسر المرورا وهب لي الذكر في سكر كله وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالك الدليل وحاسبني وكن خليلي وعلمني لدنك علما حتى أسير راسخا قدما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معازا وفيما إذا نزل ملازا وسفيني قالبا وقلبا ولي ترقية وهبا وكن ولي آياتي ولدا موتي وفي القبر وفي الحسر غدا ولا تزل لي يا حفيظ آميا حافظا وهادما ورابيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومدحفا بكل ما ينفعني وبالتقى ومثلك المسالك القلاسي وتكفني عن جملة المعاصي ومثلك الرب طريق الأولياء النجباء مخلصين الأصفياء قولني سعادة لست أرى سخاوة من بعدها أو ضررا وتثبتا حبك في فؤادي وحب خير خلق في تمادي وحب آلي وصحبي جميل ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا سمعتا يا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى فتغني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأخرني بطاعة وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي وتنزل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يصلح وتكفني جملة ما يقبه وترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والحصان والذوق والإقان والرضوان والاستقامة على العبادة والكسب والعيان والسعادة وأصلح أمة خير المرسلين وفرجا عنهم جميعا يا عليم وارحم وبارك ثم عاد كلهم ونجيهم وتوبهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أحسن العباد إنك حسن ونصيبا بتمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك
واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة من نسب ومن جوى ومن خراب ووسد وعمل حمله مقبولا حتى أكون مهتدا مقبولا ومسكني اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة على ذكر المريد ومنفعا لكل هادي المسلمين ومثلا عن كل هادي المجرمين وحجة لمن بدون ارتدى وحجة على مخالف خدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومدركا لسبل الاهتداء ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفهم خير الخير وسببا لدفع دير العين وأنه الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأقدار بالمصطفى وكل سوء داري واغفر لمن بنوا بنا أهل الرفيق واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لا لغير ركنا وتجعل هذا الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزق أجمل أطيب الحلال بالعسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفعه ورفقة السيف بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمعه مع الخناعة بنفس تسمعه وزوجة صالحة تعينه على التقى والبر يا معين واسبلا تنفس الرجال علي مع جملة الأهل يا سماء وخلف سؤال هذه السكة على داري وما فيها جميعا مسجلا وتدعي الجميع في مكنونه عيبك والغنى عن الفتون وعن شرار الخلق والمزايا والجن والشيطان والبلايا وعن قرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومنجم البداء وجل دهبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسليم والتفهيم وجعل مسكن الخروج من سلم لنور واكف عنه كل من ظلم وجعل دربا مسكن اتباع لسنة الله مسكن اتباع وجعله يا ربي أحب مسكني بأرضنا لك وللماء السمين وتم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانزل الوباء والبلايا كلها عنها وتيب سرها واكلها واجعل حريمنا حريما امنا وكن به في قبيلا ظالمنا وجمل الخيرات من الجهاد أزد واكفها عن الآفات مني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أقول
الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا خالق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة الأبان وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما أنسني في الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق بالأبناء السمن وجملة الإخوان من أقاربي في الدين أو في الدين والأجانب فليكن حسنا ودهبا يا سماء تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسلم وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي رب الإثام عندك فارسل الصلاة للصحابة عن آله وأهلي الإجابة وليجد بكل ما طلبت بذا القصيدة كما تلفت وليجد بكل ما طلبت بذا القصيدة كما تمست وليجد بكل ما طلبت بذا القصيدة كما تلفت وليجد بكل ما طلبت بذا القصيدة كما تلفت رب إنك قلت وقولك الحق وقولك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعطني من كل ما استحصت منه بك فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوز بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون